الذي يهمهم ومصلحتهم ورضا النظام والمسؤولين وأصحاب القرار عليهم. فلهذا نحن نرى يعني الكثير من ما قاله جمال بلماضي قاله أناس آخرون في قطاعات مختلفة ودفعوا الثمن. نحن نذكر إمام بوزريعة لا أذكر اسمه الآن، الذي يعني تذمر يعني المعاملة الخاصة التمييزية التي يعامل بها المسجد في كورونا، وكيف كان رد الفعل. أوقفوه وداروا عليه، ورأينا ذلك الطبيب الذي تكلم عن نقص الأكسجين كيف قابله الوالي وقال له لا تقل بأن هناك أكسجين غير موجود. ورأينا عندما قام الناس ينتقدون سوء حالة المستشفيات والقطاع الصحي كيف يعني استصدروا قوانين تجرم وتعاقب كل من ينتقد قطاع الصحة ومختلف القطاعات، وبأنها يعني مساس بمؤسسات الدولة وإحباط الروح المعنوية وغير ذلك. الآن يأتي جمال بلماضي وهو رجل ناجح في مجاله وفي ميدانه ويقول ما ينسحب على كل القطاعات، لأنه ليس الملاعب فقط وقطاع الرياضة مهترئ ومتهالك وبدون قيمة يعني تصل إلى المستوى العالمية وحتى الإقليمية كما يقولون. نحن نرى الآن هم كانوا يقولون بأننا قادرين ننظم اثنين تاع لي كوب دي موند في فتره سابقه، والان احنا في الجزائر الجديده لا نستطيع ان نلعب حتى مباراه مع فريق هنا من كثير وربما مباريات محليه. إذن نحن نرى بأن بالماضي هذا الآن أصبح شوكة في حلقهم، لأن قطاعه مستقل، وإذا كان الكثير يعني من الناس لا يستطيعون أن يجهروا وأن يقولوا ما يعيقهم ويعرقل مسارهم وعملهم في قطاعاتهم، فإنه عدم استقلاليتهم وربما عدم تحررهم، وربما لأن عليهم مستمسكات عند الدولة. نحن رأينا أن بالماضي، اسمح لي ثانية، عندما قالوا له بأن هناك تعليمات فوقية تأمرك بكذا وكذا، فقال لهم أنا لا أعلم الفوق إلا الله سبحانه وتعالى. هو أيضا فضح أمرا آخر يعاني منه المسؤولون في قطاعاتهم. نعم، وهو كذلك. أعود إلى مجيد. بالنسبة لهذه العملية التحقيق التي تفتح الآن في الوقت بدل الضائع، يعني المباراة ستجرى غدا الساعة 8 ليلا بهذا الملعب اللي أثار جدلا كبيرا. وزارة الشباب والرياضة قالت نحن سنفتح تحقيقا لنرى ما هي بالضبط الأسباب وما هي المشكلة بالضبط. لهذه الدرجة نتعامل بهذه الطريقة لحل المشاكل؟ يعني ممكن تصل إلى إمكانية تشييد ملعب آخر مقابل أنه هذه الصيانة. لماذا يا أخي؟ نعطي مثال فقط ونقول أنه مثلا المنتخب الوطني سيلعب المباراة المقبلة في مراكش، وهي مدينة صحراوية إن صح التعبير. شاهدوا الملعب الذي سوف يلعب عليه المنتخب الوطني. يا أخي نحن عندما نعطي الأمثلة لا نريد أن نقول بأننا ضد بلدنا، نحن مع الجزائر ظالمة أو مظلومة في قضاياها وفي قراراتها الدولية، نقولها أنا كمجيد بوطمين صراحة. ولكن خلينا في المجال الرياضي، خلينا لا نغطي الشمس بالغربال ونسمي الأمور بمسمياتها. لماذا هم نجحوا في تشييد ملاعب رائعة جدا؟ ملعب مراكش شاهد على ذلك، ونحن لم نتمكن من تشييد ولا أرضية ميدان صالحة لاستضافة مباريات المنتخب الوطني. عيب وعار علينا كجزائريين ونحن في 2021. بالماضي في الحقيقة والله العظيم أنا يعني أعرف جيدا بأنه لولا حبه للمنتخب الوطني وللشعب الجزائري الذي يقف وراءه لكانت مباراة جيبوتي هي الأولى والأخيرة للمدرب الوطني. أكيد سوف يصبر، ولكن إذا لم يكن هناك الحسم والحزم من أعلى السلطات لوضع حد لهذا التدهور، لهذه السلوكيات، لهذه الفضائح، المدرب الوطني سوف يغادر وأنا مسؤول على كلامي، وسوف يكون الخاسر الكبير هو الشعب الجزائري الذي لن يفرح بمنتخبه في حال غادر المنتخب الوطني. نعم نقولها ونحن جد متأسفون، نتمنى يبقى جمال بلماضي، ونعرف بأنه وطني، ونعرف بأنه ترك أموال طائلة وذهب للمنتخب الوطني من أجل النهوض به، وهو في الطريق السليم ويقدم كرة قدم رائعة، 27 مباراة دون خسارة. لماذا يعني ملعب
لا نستطيع تامين ملعب لمباريات المنتخب الوطني، وقبل 3 اشهر كان ملعب جيد في البوليده والان ملعب سيء. يعني هناك يعني لغز كبير في الافق اعتقد. نعم، خليك معي مجيد. استاذ علي، دوما بعيد عن الخلاف السياسي، الا ترى انه من العيب ان تتجه الجزائر، طبعا هذا من مقرر من الفيفا ماهوش من السلطات الجزائريه، انه الجزائر ستلعب المباراه الثانيه امام بوركينا فاسو في مراكش، ومراكش هناك سيكتشف الجزائريون، اقصد المنتخب الوطني، اداره وفنيين ولاعبين، حفاوة الاستقبال، بالإضافة إلى ذلك جاهزية الملاعب، مش فقط في مراكش، في الدار البيضاء، في الرباط، في المحمدية، في كثير من المدن، ولكن نفس المناخ، نفس الطقس بالنسبة للمغرب والجزائر. في الجزائر يتحجر الحر شديد هو الذي أفسد العشب الطبيعي، ولذلك سنزرع من جديد. ألا ترى بأن هذا من العيب والعار، شيء من البريكولاج، السابوتاج اللي تكلم عليه جمال بالماضي؟ وعندما سنزور المغرب سنكتشف أنهم هاربين علينا، مثل ما نقول باللسان الدارج، هاربين علينا حتى في الميدان الرياضي. نعم، يعني هناك مثال للكوريتين، هما يعني تقريبا دولة واحدة في نسختين، ولكن واحدة متقدمة متطورة والأخرى تعيش قوقعتها وتعيش على الشعارات الفارغة الديكتاتورية. ولو تكلمت يعني مع المواطنين تاع كيم جونغ يونغ هذاك يقول لك باللي احنا افضل شعب ونحن افضل امه ونحن كذا، وهم منغلقون على انفسهم، وفي المقابل جيرانهم في افضل حال. يعني نحن ضيعنا الكثير من الفرص في خلافات اصحاب القرار فيما بينهم. أصحاب القرار يتنافسون حول المحلة وحول ثروات الجزائر، ثم يأتون بعرائس الجالاجوز كواجهة للمشهد السياسي في الجزائر، ويعني يتمسخرون بالشعب الجزائري. نذكر أن سلمان كان يقول نحن انتهينا من البنية التحتية ونحن الآن ذهبنا إلى ما هو أكبر، إلى علم الفضاء، وأمريكا الآن تستشيرنا في أمور استراتيجية كبيرة، ثم نكتشف أنه لا طريق السيارة أكملوه ولا الملاعب جاهزة ولا أي شيء، في كل الميادين خراب. وثم نتكلم نحن الأفضل، نحن القوة الإقليمية. ها نحن الآن يعني فضحنا بملاعب يعني سيئة، وسوف نرى في المقابل يعني جيراننا الذين نضحك عليهم ونقول بأنه في حالة يرثى لها وأنهم يعني يغيرون من الجزائر، سنرى ملاعبهم ونرى مستواهم ونرى كل يعني إمكاناتهم، رغم أن الطاقة البشرية أثبتنا بما لا يدع مجال للشك بأن المواطن الجزائري كفء ويمكن أن يصنع المستحيل. رأينا قمة الوعي السياسي السلمي في الحراك، ورأينا تمسك الشعب وحرصه على الوحدة الوطنية وعلى نبذ الخلافات رغم إشعال نار الفتنة بينه، وعلى رأيه في الطرح والحوار والجدال رغم صب الزيت من طرف الذباب بينه عبر الصفحات الذبابية وغير ذلك. ورأينا الفريق الوطني عندما جاءه مدرب كفء وتهيأت له الظروف كيف يعني قام، ولكن نرى في المقابل كل ما يأتي من السلطة نراه يعني معتري، ونرى اللاعب غير جاهز وغير ذلك. نعم، يعني هذا عيب واحد. مجيد، أعود لك من جديد. ماذا لو اشتكى منتخب جيبوتي، ولو أن هناك من يستبعد ذلك، لكن ممكن جدا أن الفيفا تصلها شكاوى من هذا القبيل بأن ملاعب الجزائر ليست جاهزة وليست صالحة لإجراء مباراة ذات معايير دولية؟ ألا يمكن أن نقول أنه ساعتئذ سيكون هنالك ندم من قبل السلطات وتنقل مباريات المنتخب الجزائري إلى الدول الجارة، مصر مثلا، تونس مثلا، المغرب قلناها، ربما دول أخرى، فكيف سيكون الموقف ساعتئذ؟ نعم، ستكون فضيحة أخرى أخي جمال، ولو أنه القوانين الدولية الآن لا تسمح للمنتخب الجيبوتي بالاحتجاج قبل 24 ساعة من المباراة، ولكن بالمباريات المقبلة ممكن الفيفا يتدخل مثل ما منع بوركينا فاسو والنيجر وجيبوتي، وهم منافسون في مجموعة المنتخب الوطني لتصفية المونديال، وأجبرهم على خوض مبارياتهم خارج أرضهم، واختاروا مراكش لاستضافة مبارياتهم هناك.
وبالتالي المباريات المقبله للمنتخب الوطني من المحتمل ان يتم يعني اتخاذ قرار بعدم استضافه المنتخب الوطني فوق ارضه بسبب رداءة ارضيه الملعب البوليده، وهو الوحيد المؤهل لاستضافه المباريات، وبالتالي ستكون فضيحه اخرى مجلجله مدويه للجزائر للاسف، ونقولها بكل اسف وبكل الم في الحقيقه. انا ان شاء الله اخي عثمان حتى لا اطيل عليكم، اتمنى ان يواصل جمال بلماضي مهمه الاشراف على المنتخب الوطني، والا تعيقه هذه السلوكيات والرداءه في ترك منصبه، لانه يزعجهم بصراحته. قد يدفع الى الاستقاله حتى لا يزعج اي مسؤول اخر، واتمنى على السلطات العليا ان تتدخل لحمايه هذا المنتخب، لانه كما قلت لكم هو بقعه الضوء الوحيده التي تسعد الجزائريين في الوقت الحالي. ويعني لا بد من معاقبه المسؤولين، لا بد ان نفكر، لا بد ان نصل الى مستوى تسيير